عليا، ما انا مش باين في الماتش، فانا الكاميرا تيجي عليا كده حد يشوفني بتاع اي لقطه، فاهم؟ ومع ميسي برضو. بن رمضان احسن ماتش جميل جدا. بن رمضان باصات 100%، الواد بيباصي صح، بيطلع صح، بيروح. يا جدعان قلت له بن رمضان لعيب كبير، وهو بصراحه انسب واحد في نص الملعب، وما يتشالش ما يتشالش في نص الملعب. انت بقى بص فكك في نص الملعب، جنبه بقى عطيه، امام، مش عارف هتنزل زيزو، هتنام ديانج، ما خلاص يعني. هو بن رمضان كواليتي لعيب جامد يا جدعان، بيبين لنا كواليتي اللعيب، يعني لعيب جامد. طبعا امام مش هينفع نتكلم عن امام، ما لحقش يلعب، ما فيش غير الفرصه اللي ضيعها دي، كانت غريبه قوي، كانت زماننا خلصنا. تريزيجيه عمل ماتش جامد قوي، الشوط الاول كان جامد قوي 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 يعني، كان وينج فعلا، فاهم انت اللي هم بيقولوا ايه ده، مين ده عمال يروح ويجي وبتاع. بصراحه بعيد عن ضربه الجزاء اللي ضيعها، هو مش حاططها حلو، المشكله هو مش حاططها حلو يعني. كنا نسينا زيزو، يعني ما زيزو احنا جايبين زيزو اصلا عشان هو يشوط الحاجات دي اصلا، يعني هو عشان يعمل الحاجات دي، فاهمني ازاي؟ بس خلاص يعني هو تريزيجيه حلو يعني، ما مش عشان ضيع البينن فنقول عليه واحد اتنين، لا هو كان بصراحه تريزيجيه كان لعيب جامد، وكان كويس جدا. والشوط الثاني الدنيا وقعت منه شويه، اللعيبه كلها وقعت في الشوط الثاني، ما اعرفش ايه اللي حصل، فاهم انت؟ ميامي فاقت وابتدت تعرف ان هم فرقه وبيلعبوا في كاس العالم للانديه وفي امريكا وبتاع وعندهم وكده، فلازم نعمل ماتش حلو، فجم يكتشفوا الموضوع ده الشوط الثاني. احنا بقى كنا المفروض نغفلهم في الشوط الاول، وهوبا واحد اتنين وخلاص بقى ونخلص، وده كان المفروض هيحصل وخلاص الموضوع خلص، بس الظروف يعني خلاص ربنا مش رايد لنا، عادي مش مشكله. وسام عمل ماتش جامد، راح بتحركاته تمام، مش هتكلم عنها لو وسام اكتر من كده، لان وسام لعيب معروف وكلنا عارفين في جماهير الاهلي عامه عارفين وسام. محمد هاني، ما اعرفش محمد هاني كان بياخد الكره ويرجعها ورا، ياخد الكره ويرجعها ورا، ما اعرفش، ولا عرضيه عدله ولا بتاع، ما انا مش عارف. طبعا احنا عشان ما عندناش باك، فانا هعمل ايه؟ ما انا ما عنديش مثلا واحد بره جامد مثلا عشان انزله وبتاع، فاهمني؟ ما خلاص يعني محمد هاني هو ده قدرنا وماشي يعني، خلاص هعمل ايه؟ قدرنا. اشرف داري عمل ماتش كويس جدا، لا حلو، كنتش متوقع منه كده بصراحه، انا كنت متوقع اصلا بيكهام اللي هيلعب، بس هو شاف ان عشان بيلعبوا عرضيات كتير وسواريز جوه ومش عارف ايه وكده وبتاع، فقال لك لا انا عايز واحد طويل. اشرف داري فاهمني وعنده خبره في الكرات الطويله وكده، فهينفعني اكتر، دي حاجه حلوه. ياسر ابراهيم عمل ماتش جامد قوي، كان راجل في الملعب فعلا، شخصيه النادي الاهلي، وفعلا يعني ياسر فعلا لا يعني ياسر جامد بصراحه.